السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة طيبين. احنا فصل الخريف وداخلين على فصل الشتاء. موسم بقى يعني شوية انفلونزا وشوية برد، تغيير الفصول وكده. ففكرت ان احنا ممكن نعمل شاي كوري يعني مختص شوية في علاج نزلات البرد وكده. طبعا هنستعمل الجنزبيل، والجنزبيل بقى طبعا غني عن التعريف لانه عين من عيون الجنة. الشراب بتاعها الجنزبيل فوائده العلاجية كتيرة جدا، ملهاش يعني تقريبا ملهاش حصر. كفاية يكفي ان هو اول حاجة اول ما الانسان بيتناول مشروب الجنزبيل الدم بيبتدي يعني الدورة الدموية تتحرك. طالما الدورة الدموية اتنشطت تبقى كل خلايا الجسم هتتنشط وتبتدي تقاوم كتير من الامراض زي الكحة وارتفاع الحرارة، امراض المعدة والحاجات دي كلها. شكل الجنزبيل ده بيبقى يعني شكل مش مستوي، وبيقولوا ان هو يشبه المعدة لانه بيعالج حاجات كتير قوي في المعدة. العسل الابيض طبعا باذن الله فيه شفاء للناس. دي كوبايه عسل ابيض، عسل نحل. ده الديتشو او الجوجوب اللي هي البلح الكوري، لكن ممكن لو ما فيش انها ممكن نستعمل التمر بتاعنا اللي هو البلح بتاعنا العادي، مفيش مشكله. بشر برتقال هستعمله للتنكيه او لزياده او تغنيه الطعم، زائد ان فيتامين سي لما بيتشرب مع المشروبات دي بيثبت الفوائد بتاعتها، فممكن ان احنا نستعمله وممكن نستغنى عنه، مفيش اي مشكله خالص. ممكن نحط كمثرى، ممكن نحط حاجه. هنعمل نوعين وطريقتين للجنزبيل ان شاء الله، هنشوفهم مع بعض دلوقتي. هنبدا اول حاجه ان احنا ناخد الجنزبيل ممكن اول ان احنا نقشره بسكين او بقشره، بس افضل طريقه يعني تقشيره هي المعلقه. شايفين المعلقه قد ايه بتخليه سهل في تقشيره، زائد ان المعلقه مثلا لو عندنا زوايا زي كده ممكن ان احنا ندخلها في الزاويه دي ونقشر بيها، فهنلاقي المعلقه بتبقى افضل طريقه لتقشير الجنزبيل. طبعا اللي مش متوفر عنده الجنزبيل الاخضر ممكن قوي يستعمل الجنزبيل الجاف، لكن الاخضر طبعا غني بالزيوت بتاعته وغني بحاجات كتير ممكن ما تكونش متوفره بنفس الكميه او بنفس الدرجه في الجنزبيل الجاف. بعد ما قشرناه بقى دلوقتي هنعمل النوع التاني من الجنزبيل. احنا ممكن نجيب مبشره زي دي وبالناحيه الخشنه نبشره لو يعني احنا مش عايزين نستخدم، لكن لو عايزين طريقه اسهل بنقطعه كده بس مجرد قطع. هنقطعه قطع ونحط معاه بشر البرتقال، او ممكن ان احنا نستغنى عن بشر البرتقال مفيش مشكله. كده بقى عشان هو البرتقال هنجيب بقى محضر طعام زي كده ونحطه فيه بس كده ونضربه في الخلاط. بسم الله بسم الله. ننزل كده الحروف علشان احنا عايزين ننعمه قوي اقصى حاجه ممكنه. نشيله زي ما احنا شايفين نعمل ازاي، وزي ما قلت ممكن نستعمل المبشره مفيش اي مشكله. نحطه في طبق كده. هنحط بقى دي معلقه، دي كوبايه جنزبيل مبشور، بنحط لها بالظبط كوبايه عسل ابيض او عسل نحل. ونقلبها بقى مع بعضها. مش عايزه اقول لكم بقى يعني ريحه سبحان الله، ريحه الجنزبيل مع ريحه البرتقال والعسل النحل سبحان الله يعني ريحته تحفه. بنجيب بقى برطمان زي كده، برطمان ازاز مغسول ومتعقم. البرطمان ده بيتباع بقى في كوريا وفي الصين، بس الفرق بقى ان في الصين بيحطوا له سكر بني، مش بيحطوا له عسل، لكن في كوريا بقى بنحط. دلوقتي ممكن نعمل نوعين بقى. البرطمان كده عندنا بنغطيه وبنحتفظ بيه في التلاجة، في اي وقت بنطلع وبنستعمله بيبقى جاهز عندنا. بناخد يعني معلقتين كده او معلقه ونص، دي كبيره قوي، معلقه ونص كفايه. طبعا هو متحلي فيه العسل بتاعه، مجرد ان احنا بسم الله نضيف عليه ميه سخنه ونشربه كمشروب دافي. ممكن ان احنا نحط عليه عصير الليمون، طبعا يعني فوائده العلاجيه كبيره. او ممكن بقى دي ميه بارده، ميه ساقعه، بنحط عليها معلقتين كبار
طبعا ممكن نحط معاها تلج ونشربه كمشروب بارد لو احنا بنحب المشروبات الباردة. دول 5 أكواب مية دي نحطهم على النار، ونحط معاهم نص كوباية بقى شرايح الجنزبيل، نقطعها شرايح رفيعة كده، شايفين شرايح رفيعة علشان على قد ما نقدر ان احنا نستخرج الفوائد اللي فيها. نحطها على النار. البلح ده مغسول، وزي ما قلنا ان ده بلح كوري، اللي عايز ان هو يحط بلح تمر عادي ممكن يحطه، ونسيبه على النار بقى، يعني اول ما يغلي نسيبه لمدة 20 دقيقة على النار يغلي كده. بعد ما غلي مع البلح بسم الله، البلح والجنزبيل بنصفيه طبعا من كل بعد ما صفيناه بنفضيه في حاجة نفضيه بقى كده في حاجة. طبعا مشروب كوري تقليدي سخن جميل. ممكن ان احنا بقى نحليه بالعسل، ونحط معاه بقى البلح الكوري اللي احنا كنا حطيناه معاه، يعني كطريقة للديكور بس كده عندنا العسل ده، عسل مع الجنزبيل. ممكن ان احنا نحتفظ بيه في التلاجة لمدة شهر، نطلع منه ونحط بس مع ميه سخنه يبقى عندنا مشروب ساخن زي ده، او ان احنا نعمله مغلي زي ما احنا اللي ما بيحبش ان يلاقي مثلا حبوب وهو بيشرب، وممكن نعمله كمشروب ساقع بارد جميل منعش ومفيد طبعا باذن الله. ربنا ينفعنا وينفعكم بفوائد الجنزبيل يا رب، ونكون كمان من اللي ندوقه في الاخره باذن الله. انا غادة ياسين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.